بتاعنا. واول حاجه بدات بقى الكفته من عندهم طعمها حلو، ودوت تمن كندوز وسعره 60 جنيه، فالكفته من عندهم تعدي وسعرها حلو. تاني حاجه نخش عليها الطرب، وطلبت من عندهم تمن وكان سعره 120 جنيه، وكان عباره عن صابعين صغيرين بس. فهو الطرب من عندهم بالنسبه لي سعره عالي، الصابعين الصغيرين دول ب 120 بالنسبه لي انا سعره عالي. ونخش بقى على تالت حاجه، دوت ربع فرخه مندي، دوت صدر وسعره بيبقى 90 جنيه، ولو عايز الورك بيبقى سعره 80 جنيه. فانا بالنسبه لي الربع ده كان جميل جدا. واللسان عصفور عندهم معمول مظبوط يعني، يتشرب وحلو قوي هيعجبك. وبالنسبه للطحينه فالطحينه حلوه. بالنسبه للسلطه كانت فقيره جدا، ما فيهاش غير خيار وفلفل وطماطم، محتاجه بقى تتعدل شويه. وزي ما قلت على الطرب بالنسبه لي غالي، زي ما انا لازم اقول لك ان طعمه عالي عالي عالي. فاحسن حاجه عجبتني اصلا من الاكل ده الطرب. وبعد كده الفراخ المندي كانت دايبه وزبده وجميله جدا، لازم تطلبوا من عندهم الفراخ وسعرها حلو ب 90 جنيه. وفي الاخر بقى تجربتي في مندي الباديه، لا حلو وجميل جدا، محتاجين بس يشتغلوا على الاسعار شويه. فانا سمعت ان هم عاملين عروض بعد